ازيكم؟ النهارده هنعمل لانشون بيتي. اضمن طريقه هتعملي بيها اللانشون صح، مش هتقلقي ولا تضطري انك تشتري لانشون من بره تاني بعد ما تشوفي الطريقه دي بدون جيلاتين، وطريقه سهله وبسيطه جدا. لو اول مره تشوفوني، انا اسمي الاء. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعالوا نبدا ونشوف الطريقه مع بعض. الاول انا معايا هنا نص كيلو من الفراخ المفرزه، تكون طالعه من الفريزر والتلج فكك منها بسيط ضروري. انا مقطعه هنا قطع صغيره. هبدا بقى ان انا اجيب الكبه بتاعتي وهضيف فيها الفراخ بتاعتي، وهحط عليها شويه من البهارات اللي هتخليها لانشون زي بتاع بره بالظبط. معلقه مليانه كبيره من الحبهان، نص معلقه كبيره فلفل اسود، كمون، كزبره، توم بودره، بصل بودره، ومكعبين من مرقه الدجاج هضيفهم عليهم. عشان يديني لون احمر ضفت نص بنجرايه او بيقولوا على شمندر، وهضيف عليهم كمان حبتين من البيض. ما تخافوش، البيض هنا مش هيعمل اي زفاره ولا اي ريحه خالص. كمان كنت مجهزه معايا 4 معالق من النشا، معالق كبيره. وهبدا بقى ان انا اخلط المكونات دي كلها مع بعض. نسيت اقول لكم كمان ان انا ضفت عليهم 4 فصوص من الثوم الصحيح، وهنضيف عليهم ربع كوبايه من الزيت، ونخلط الكلام ده كله مع بعضه في الكبه لحد ما يبقى ناعم جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا البنجر فيه حتت منه انتوا هتتفاجئوا اصلا ان البنجر ما عملش لون، فاحنا هنحتاج لو عايزاه لونه احمر هتضطر ان احنا نضيف لون طعام غذائي صحي جل. المهم انا جبت اللي هو الورق الاسترتش ده وحطيت فيه الخليط اللي احنا فرمناه مع بعض كويس، وبدات ان انا اعمله على شكل اسطواني زي ما بنجيب اللانشون كده من بره. قفلته بقى على شكل ايه، كانه بونبوني علشان يطلع متساوي. بعدين حطيته في ورق قصدير زي ما انتم شايفين، ولفيته كويس. تلفوها كده بقى من على الجوانب وتحكموها كويس. هلفها كمان في ورقة فويل تاني علشان اكون متأكدة ان مش هيدخلها اي مية، وكمان هتكون محكمة الغلق كويس. بس كده كده خلصناها. على النار بقى مجهزة حلة مية مغلية. لما نيجي بقى نحط فيها الرول بتاع اللانشون بتاعنا ما يكونش المية مغطياه، زي ما هتشوفوا دلوقتي كده يعتبر جاية لنصه. هنسيبه بقى لمدة من ساعة لساعة ونص، ونكون مغطينه كويس. وممكن بعد الساعة برضو تختبروه بخلة كده تأكدوا ان هو استوى ولا لا. طبعا انا سبته لما برد خالص بعد ما استوى، وبعدين دخلته التلاجة ليلة كاملة. طيب هنعمل بقى عليه اللون الحلو ده من بره. حطيت ربع معلقه من الفلفل الاسود، بصل بودره، توم بودره، كمون، وكزبره، ومعلقه كبيره من البابريكا. انا بقى اتفاجئت بعد ما استوى ان البنجر ما عملش لون الاحمر اللي انا عايزاه. فمش مشكله عادي. هبدا بقى ان انا اعمل الخليط اللي انتوا شايفينه ده عليه كده كويس، وادهنه بيه كويس من على الجوانب وفي كل حته فيها. وبعدين شويه زيت على النار في طاسه كده ونسخنها، وهنبدا ان احنا ايه بقى نشوح فيها رول اللانشون اللي احنا عملناه ده كده. شايفينه تحفه، الريحه جميله جدا. ممكن تستغنوا عن الخطوه دي، ولكن بتبقى احلى وافضل كشكل وكطعم برضو. بياخد كده كراست من بره. وبس خلصت معانا بقى. تعالوا بقى نقطعها ونشوف قوامه من جوه. تحفه جدا جدا بجد. الطريقه دي هتعجبكم، وفي نفس الوقت مش فيها جيلاتين. يعني انا شفت الطرق اللي بيتحط فيها جيلاتين بيقولوا بتسيح، بس دي افضل بصراحه. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. طبعا لو عاملين كميه كبيره ممكن تحتفظوا بيها في الفريزر وتطلعوها في اي وقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد. بالهنا والعافيه مقدما علينا وعليكم.